الحقيقة مرة. أخي شوقي، خلقت ياسر من الكلام عنا لا يمرقونا من المخيمات. يا احنا ذولة ذعمتنا 51 سنة وداخلين 52، والدور تمرقنا من المخيمات. ما هي كاينة، احنا ما عندنا علاقة مع المملكة المغربية، ما هي خالقة عندنا مشكل مع المملكة المغربية. حق عنه انت تعرف الحقائق. الشعب ما هو كيف الجيش فيه مالي وفيه نيجر وفيه ياسر. ياك سمعت؟ انا مثلا نمشي ولدي يتحارب لي مع الدولة المغربية، تخسر عليه لا شنقال له الذرون، شنقال له الذرون تخبطك كرعك تجبرها في نواذيبو، راسك تجبره في وهران. هذا هو الكاين. خي دولتكم مثلا دولة الجزائر عندها مشكلة مع المغرب، تقدم للمغرب، تقدم تحارب مع المغرب، لا تمشينا حنايا وتعذلنا لعبة. يا غير مشكورة فرنسا اللي عطاتهم صفعة على الوذنين باعتراف الصحراء، اللي عطاتهم صفعة وعطات الكليبة ديالنا حنايا عطاتهم صفعة على الوذنين، إنين خلات خيمتهم. انت بالنسبه ليك وانا دائما نقول على فكره الناس اللي في المخيمات، انا بالنسبه لي راهم محتجزين. انا لما نتكلم راني نتكلم على القيادات، على الجماعات، على البوليساريو الفاسدين، يعني ما نتكلمش على الناس اللي انا معك. انت حسب رايك تما هما ناس لو كان عندهم خيار ما همش في الوضع اللي راهم فيه الان، مرميين في هذو المخيمات ومع عرايا كما البوليساريو. على كل حال لا اظن بانه هذا ما يريده الناس هذو اللي مرميين في المخيمات منذ عشريات الان. صحيح، اي صحيح، هذا هو الواقع. راه جاوبت انت كاع، عطيتني سؤال في محل جوابه، يعني فهمتني. يا غير انا رسالتي اي واحد يطلع يدافع على قضيه الصحراء، انت ما غادي لك فيها. انت دافع على كانك تجبر شكوى من الحليب وخبزه وبيدو من الماء. ما عندك حق تدافع عن قضيتي. حق انا حاليا راني في ارضي، في تندوف راهي ارضي وما تقدر تدخلها الا ما عدت عندك ريسي باسي. هذه الاولى. ثانيا اقبضوا عنا خيم ناثكم يرحم بوكم. انتم تطلعوا تضربوا تخبطوا في دولة اعراض ذول، ما خليتوا تونس، ما خليتوا ليبيا، ما خليتوا المغرب. خيي اقبضوا عنا مناتكم، حنا من تندوف يرحم بوكم. راني نجبدوا، اسمح لي شوقي، راني ندخل معاهم. لا خلينا من مواضيع هذه خويا. لا يرحم بك. لا نحب نتكلم في الاعراض. حق عنهم اللي يطلع يسبك يقول مخزاني كذا واللي يجبد الاعراض. حنا ما نجبدوا الاعراض، من التربيه ومن الاخلاق لا نجبدوا الاعراض. هذا هو الواقع. يا غير مشكورة فرنسا اللي خبطت تبون، ماما فرنسا خبطت على الحنك وخبطت بن بطوش مولي على اللودن. انت درك وش هو المستقبل تاعك تما؟ ماكش راح ترجع للمخيمات؟ لا راجع المخيمات. انا في ارضي، كيفاش ماني نراجع؟ انا وعدتك يوم 12 ان شاء الله في المخيمات ونعدل لك فيديو. والله ذني نعدل لك فيديو هون نعود معك في القدس وندخلك فيديو انا وانت ان شاء الله. يا خي نتكلم عن يا خويا مرحبا والله. وعد مولي انا كل واحد يعملها تعيد الكونيكسيون ما هي خالقه ان شاء الله نخلقوها. حق عندهم راه يسموا كانهم عندهم كونيكسيون راه يسمى في المخيمات. رجيت وزاره الدفاع في تندوف، ما تجيش برك عندنا الجزائر، راه ما عندناش حنا لا كونيكسيون خويا. شوف عندكم ان شاء الله انا نتكلم، والله نتكلم معاهم عندهم كونيكسيون. وفي ولايه بوجدور عدلوا لهم راديو وعدلوا لهم واحد الرادار ديال الكونيكسيون، والله عدلوا لهم دريكسي اسبوع. وعندك عائله تاعك مثلا في الجهه الاخرى، يعني في الداخله ولا في العيون، ماشي في مخيم العيون بصح في الجهه الاخرى. موجودين وطلبوني، قالوا لي ادخل المغرب ودير عدل طلب، وان شاء الله عدل الطلب يا اخي شوقي. وحتى هو وعد مني ان شاء الله. انا شوف راهي كي تعطيني القنصليه ان شاء الله وعد، راه طرحت الطلب واتصلوا بي قال لي راه في الطلب ديالك، راه ان شاء الله راه في الملف، رانا ننتظروا ان شاء الله. وزاره الداخليه كانت تعطيك رخصه، يعني رخصه باش كان نقيم ان شاء الله المغرب. وبعد مولي نفيتك لك الفيديو ان شاء الله في لانه برك نسقسي تسمى، لانه واحد نقولوا كان عايش في المخيمات ويحب يدخل المغرب، كاين امكانيه برك لازم اجراءات اداريه ومن بعد يقدر يدخل المغرب تماما. انا عائلتي مشات من فماتيا، دخلوا وعطاهم دار وعطاهم خلصة وواكلين شاربين، راهم في المملكة المغربية. والله شيء واضح. هي غير شوف حتى هون، شوف راه حتى المخيمة يا أخي شوقي، قسم لك بآية الرحمن وربي شاهد على ما أقول، حتى المواطنين اللي عايشين في المخيمات والله تنفيتك لهم فرصة
والله ما يقعدوها. يا غير حنا الشباب ما عيننا حنا. لا واحد كي يشوف الواقع هذاك اكيد واحد ما راح يرضى بانه يعيش حياته كامل في المزبله هذيك صراحه. تماما اخي، اسمح لي نتكلموا حق راهي الدوله المغربيه راهي هربت قباله على شمال افريقيا. ده اللي شفته انا، ولا نقيم ونشوف شي ثاني ان شاء الله. اخي اسمح لي، والله حتى الدوله والله ما تدخل اسواقها. هذا نظامنا هون يقولها، والله قال لك شوف راهو النظام، راهو اسواق افريقيا والله ما تدخلها ما كانك دخلت من المغرب. يا خويا انا نحاسبك على كل حال، قلت لنا 12/8 راك تقول لنا ان شاء الله وعد ان شاء الله، وعد. انا كيعطوني ان شاء الله، شو مولي كيعطوني رخصه ان شاء الله، كيعطوني رخصه نقيم المغرب، والله مولي حتى ينعدل لك فيها فيديو. يا ريت انهم يعطوني رخصه ان شاء الله سابق يوم 12 نقيم ونعدل لك فيديو في المغرب، ونعدل لك مولي الفيديو في ان شاء الله في تندوف. وعد يوضح ان شاء الله ان شاء الله خويا. مرحبا بك معنا في اي وقت خويا العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. مساء الخير، واش راكم؟ والله لا باس. تفضل اخويا. سمعناك تكلمت عن النظام، واش به النظام شوقي؟ واش به النظام؟ سمعتك تتكلم عن النظام. ايه واش به النظام الجزائري؟ راك تشوف في الحاله تاع البلاد ولا لا؟ رانا لاباس الحمد لله. الحمد لله خويا. الناس في التيار الثانيه سقسيهم ياكدوا الكلام تاعك. يا خويا انا في ولايتي راني عايش انتيك. صليت ولايه كلوب دي بان. ولايتي ولايه بسيطه ولكن ما شاء الله. وش هو هذه الولايه اللي ما شاء الله باش نجيو نعيشوا فيها ان شاء الله؟ فينا لاباس، ما خصنا والو. هاو باش نبعث لك شويه توبا بيان باش نبعث لك انا شويه ناس يجيو يعيشوا في الولايه هذه. كيفاش اسمها خويا؟ يا خويا كل واحد وين مقدر له ربي يعيش. احنا تكلمنا عن النظام، قول لي النظام اسكن النظام انت واش راح تقدر دير له زعما نتايا؟ لا شوف حنا حكينا على تيارات وكلش. انت قلت لي بصح كاينه ولايه الناس راهم عايشين فيها مليح، باش نوليو الولايه هذه نديروا لها الترويج، الناس يجيو سائحين ليها. كيفاش اسمها الولايه هذه خويا؟ انا راني في بومرداس حبيبي. بومرداس؟ راني في بومرداس. بومرداس الناس عايشه حياه النعيم فيها. راني في الكومبيراتيف، نهبط الفوطه ونهبط للبحر ونصلي صلاتي ونتعشى ونرقد وانتيك، والصباح نصبح خدام ما شاء الله. راني في بريطانيا خويا. يا زيد. راك في بريطانيا؟ وي مسيو، راني في بريطانيا خويا. راني قلت لك العشيه نهبط الفوطه نروح للبحر، نجي للدار نتعشى نصلي والصباح نروح نخدم عادي، نجي لدارنا عادي. دونك بومرداس بريطانيا. انا في بريطانيا خويا. خويا لا كونيكسيون رانا ماناش نسمعوا فيك في بريطانيا. لو كان جيت في بريطانيا راه ماشي لا كونيكسيون هكا، راك لا كونيكسيون ما عندكش. لا من لايف ماشي مني انا. لا كونيكسيون تاعي ما شاء الله. لا اللايف حاشا خويا. اللايف راه سينيال ولا مانيش عارف. ما كانش سينيال خويا، راهي لا كونيكسيون تاع القوه الضاربه. شوقي عندي كونيكسيون راهي هايله، انا نكذب على خويا. عندي كونيكسيون ما شاء الله، ما عنديش مشكل. الناس اللي معنا راهم يشوفوا في لا كونيكسيون هايله. اخويا ما نعرف. لا معليش نولوا لموضوعنا. النظام الجزائري انت واش تقدر دير له؟ تقدر تغير؟ خويا بومرداس وبريطانيا نفس الشيء، نفس المستوى. شوقي يعني قلت لك انا انسان موظف عامل خدام الحمد لله، حكم صلاتي اوكي. يمكن نحب دير لنا تعاود لنا صلاتك حب تزيد. افهمني لا الحياة ساجد ولا واش؟ الحياة اليومية تاع مواطن مسلم. كنحب نحوس في ولايتي ما شاء الله، نروح لي ريستورون، نروح البولفار. مواطن مسلم اصلا هذه ما عندها حتى معنى. مواطن هو مواطن مسلم ولا ماشي مسلم؟ ركز معايا. راني في بومرداس في الكومبيراتيف. قلت لك عندي شاطئ ما شاء الله، عندي وين نروح نريح،
عندي وين ندي العائله نتاعي، نحوس، نطلع في البولفار، بريطانيا. ندور. اخويا تبان لي بريطانيا انايا، واش خصني؟ راني سلطان في بلادي يا خويا، نكذب عليك، راني سلطان، راني زعيم في بلادي. ليسونسيال نشوف العلم الدرابو طالع تاع بلادي قدامي، ما نشوفش العلم تاع فرنسا، نشوف نجمه وهلال. قول لي النظام الجزائري انت فاش تقدر يعني تاثر عليه، ولا زعما دير تغيير، ولا باسكو انا على حسب واش راني نشوف انا لي كومونتير كاع البرتوش يعني كامل المغاربه مراركه، وانا قلت المغاربه اسف على الكلمه. وش هو المصطلح اللي استعملت الاول هذاك؟ البرتوش، البراتيش. وش معناتو هذا؟ المروك، المراريك. وش معناتو؟ وش هو المفهوم تاعو؟ منين جا المصطلح هذا؟ هما يعرفوه، قول له كاش مروك يطلع ما قول له يا البرتوش. لا لا انت هما يعرفوا البرتوش وشنو. خويا صراحة أنا ما تضحكش، راك أنت هو المضحكة في السياق هذا، غير ما لا 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 لا، انا عطيت لك سؤال جاوبني، قلت لك النظام الجزائري انت واش تقدر دير له. قبل ما نحددوا بأنك تربية بيوت الرذيلة، ما معنى كلمة اللي استعملتها هذه؟ البرتوش الانسان يعني يعني عبد وليس حر، يعني انسان مستعبد، هذه هي البرتوش. من أين جاءت؟ وش هو الأصل تاعها الكلمة؟ وش هو المعنى تاعها؟ منين جات؟ جيراننا هنايا عندهم ملك ويعبدوه ويعبدوا يقولوا الوطن ومن بعد الملك ومن بعد الله، ولا مانيش عارف الشعار نتاعهم شنو. جيراننا. خلينا في موضوعنا شوقي، قلت لك النظام واش تقدر تعمل له نتايا. لا ماناش راح نفوتو حتى تفهمني المصطلح هذا ما معناه. يعني قلت لك المصطلح ما معناه انسان عبد يؤمر فيطبق، ما عندوش حريه شخصيه، ما عندوش كرامه، ما عندوش. علاش راك تقول المصطلح؟ منين جبت المصطلح هذا؟ ما معناه؟ البرتوش معروف، البرتوش معروف، البرتوش الجزائر كامله تعرفوا يا خويا، انت ما تعرفوش باسكو نتايا عمرك ما درت لايف على المروك، دير لايف على الجزائر برك، تسمى انت الهم تاعك الوحيد الجزائر. دير لايف على المروك. انا والله شوف، انا والله تربيت مليح، مانيش تربيه بيوت الرذيله ونستعمل مصطلحات كما اللي راك تستعمل. لا انا مربي ثان خويا. انسان والله سامحني، شوف كاين تربيه بيوت الرذيله وكاين تحتها هو انت، لانك اصلا قاعد تزيد تضحك. والله غير مربيين ولاد فاميليا، والله غير مربيين حنايا. انت واصل، انت ابن بيوت الرذيله. لا حاشا ولله. الانسان يستعمل مصطلحات وتقول راك تصلي، نصلي من الصباح وانت طالع، اسكت يا قدر، نصلي من الصباح وانت اللي طالع، من الصباح وانت طالع اني نصلي او نصلي او نعم نصلي ومانيش منافق. على علاش قبيل ركزت لك عليها باقي تعاود فيها. غاضوك المراركه، نصلي هو تربيه بيوت الرذيله كما انت. غاضوك المراركه ما طحت في واحد، غاضوك المراركه داك القلب عليهم هذه ولا يا وجه الفار. غاضوك المراركه داك القلب عليهم المراركه الجزائريين. طفله معك قبيل الجزائريه تقول لها انت بيوت الرذيله اللي ما تحشمش، انت كارثه، انت ديوث، نتايا بنت بلادك اللي كومونتير تحتها يسبوا فيها. تربيه بيوت الرذيله كيما انت تحكي عن اخلاقها. انت بنت بلادك يكومونتي ولها من تحت. راني خليتك انت ديوث، انت ديوث. وانا نقول لك حاجه شوف ديوث في الموضوع. شوف نعطيك قاعده. النظام الجزائري رجال تصب في التعليقات ديكاج قدره تربيه بيوت الرذيله. راني برك باش نبين برك، راني مانيش مخليك تهضر لانك عندك حاجه تقولها، راني باش ناكد صحه ما اقوله انكم تربيه بيوت الرذيله. وانت في الحاله تاعك حبيت نركز لانه ملي طلع اذا شفتو قاعد يقول لي انا نصلي، انا نروح نصلي، انا نصلي، اللي يبقى يعاود في النوع هذا من الكلمات عرفوا تربيه بيوت الرذيله.
اللي يبقى يحلف تربيه بيوت الرذيله، اللي يقول لك صلي على النبي يبقى يقول لك صلي على النبي، زعما شغل اللي يحب يبين واحد التقوى هكا ظاهريه، تربيه بيوت الرذيله. جامي شفت واحد يدير الطرق هذه تلقاه انسان محترم، ولا لانه اللي ما عندوش خصاصه في نفسه. علاش تبقى اني نصلي اني نصلي اني نصلي؟ تهضر زعما بالاسلام وتروح تشتم ناس بعبارات غير بعبارات نابيه وغير اخلاقيه. هذا انت راك عميل تاع عرايه تاع البوليساريو. انا حتى لا علاش عامل؟ انا نهضر أسيدي، بالقانون بواش كاين في الامم المتحده. بركب بلا ما تعيط. دوك انا مثلا راك انت ما فاهمش. ادميطو لو كان ندافع، انا ندافع على دوله ساندتنا وقت الاستعمار الفرنسي وساعدونا باش تحررنا. انت راك ما وفتحوا لنا تعرفش مصانع. حتى بلادك. انت سيدي يقول لك لي زاكور ديفيون تضحك له وتقول له الاخر منا لي زاكور ديفيون. الجزائر وتونس الحمايات وجات تجاهد في الجزائر، جابت القوات دخلتها للجزائر. وين عندهم استقلال هما؟ عطونا استقلال تاع تونس والمروك. خويا الدكتور اللي قلت لنا باللي نوميديا كانت في تندوف، ممكن تقول لي برك جيش الحدود اين كان؟ كان في وجده. دونك حنا اللي جبنا لهم الحريه. لا هادو كانوا في وجده شغل مشكلين جيش الحدود تما باش يدعموا بالاسلحه ويدخلوا السلاح والاخر. هذا ما كان في تونس وكان في وجده يدخلوا السلاح من تما، لانه السلاح ما عندكش. كنت تقول لنا باللي حنا اللي حررناهم وهما اللي كانوا بيان سور هما ماشي هما ما كانش عندهم استعمار، هما كان عندهم حمايه بصح خلاونا نديروا جيش الحدود عندهم. لا هادي بيان سور بلا كيخليك بيان سور لانه هو حمايه ديجا وكيعطيك بلاصه باش تدخل السلاح. هذيك بيان سور هذه من الاخر تاع الجيران، من حسن الجيره والاخر. هذه بيان سور هما ثاني لو كان جاو في وقتنا كاين وعندهم حرب. تحت دونك هما حنا حررناهم وتحت الحمايه. هما ما عندهمش استعمار، هما ما عندهمش استعمار. بصح خلاونا نديروا جيش الحدود عندهم باش نحرروا بلادنا. جيش الحدود ما كانش كان يدخل السلاح برك، ما كانش كيما نقولوا يتدخل لداخل في الاراضي. هما اللي كانوا يدخلوا ويحاربوا لداخل. تواجه فرنسا تواجهها بالورود ولا بالسلاح؟ بالسلاح بيان سور. والسلاح علاه هما اللي صدقوها علينا. ماشي من الاوروب، من الاوروب كان يجي يدخل على المروك تونس ليبيا. هذه هي بلا مزيتهم. هذه بلا مزيتهم بلا مزيتهم خلاونا لانه الاستعمار. دقيقه بوخروبه كان يضرب الكرواسون قهوه حليب في وجده بلا مزيت المغاربه. يا ودي انت ماكش فاهم. انا نقول لك باللي هذا باش تتحرر كاع افريقيا وتنطردوا الاستعمار بلا مزيته. هو كان حمايه ديجا. استعمار راهو عنده حاميه. انا اليوم خلاص انت قنعتني. هادو شياطن. يا ودي انت فاهم ولا ما فاهم؟ علاش خلاونا نديروا جيش الحدود عندهم وندخلوا الاسلحه باش تحرر بلاده؟ لانه هو راه حمايه، راه مغصوب عليه، راه مغتصب في بلاده، راه ساري عليه القوانين. لا خويا راك المشكل تاعك راك قريت التاريخ عند دكتور الفئران. لا انتم اللي قارين التاريخ بالتزييف. ما تغامرش بروحك. راهو المغرب كان مستقل لما خلاو نديروا جيش الحدود عندهم. وقتاش بدات الثوره نتاعنا؟ جاوبني. وقتاش بدات الثوره نتاعنا؟ الثوره اللي دامت 7 سنين واش من عام بدات؟ رانا نحكيو على جيش الحدود. انا سقسيتك قلت لك وقتاش بدات الثوره الجزائريه؟ وقتاش انطلقت اول رصاصه؟ وقتاش انطلقت؟ متى انتقل ابو خروبه الى وجده؟ خلينا ابو خروبه كان في وجده كان يدخل السلاح. انا سالتك انتقل ابو الصوف الى وجده. يا خويا اعطيني العام اللي اندلعت منه اللي اندلعت فيه الثوره الجزائريه واش من عام؟ اندلاع الثوره في جيش الحدود. راني نحكيو على فتره تاريخيه مختلفه على اندلاع الثوره التحريريه. هي الثوره اندلعت في 54 والمروك 54 ماهوش مستقل. المروك مازال محمي. فرنسا تسري القوانين. ليوطي اسس مملكه وحط فيها القوانين تاعو. هي كانت محميه. على بالك خويا نقول لك حاجه والله يعني بين قوسين.
قول. انت مثير للشفقه فكريا. لا لا، انا نحكي غاية التاريخ. انت شوقي. دقيقه ويت خلاص والله صديقي، نصيحه ليك، اسكت واسمع. برك نقول لك حاجه. قول لي. راه ما يمكنش وقت كانت المغرب تقول لنا بأن المغرب كانت تحت الحماية، وي. كيفاش هما تحت الحماية الفرنسية ويخليك دير جيش حدود عنده وهو تحت حماية فرنسا؟ تحت الحماية، وي كانت حماية فرنسية. وخلاونا نديرو جيش الحدود تحت الحماية لانه تحرر الجزائر من تحرر افريقيا كاع. حنا المستعمر كان كامل، القوات نتاع المستعمر كانت كامل في الجزائر، على بالك وكانت باسطة فرنسا جناحها صديقي، بارتو. راك تحكي على الحماية. إذا كانت وقت المغرب كان تحت الحماية الفرنسية، متفقين. هو تحت الحماية الفرنسية ويخليك دير جيش حدود عنده. يا خويا بيان سور يخليك دير جيش حدود، كيفاش ما يخليكش دير لا جيش حدود؟ كيفاش فرنسا تخليك انت؟ راك تسمى المغرب كي كان تحت الحماية كان عنده سيادة على فرنسا. ما عندوش سيادة، لا ما كانش عنده سيادة، القرارات كامل من عند فرنسا. ما عندوش سيادة وتحدى فرنسا، وفرنسا فرض عليه الحماية باش انت راك تحكي لي على جيش الحدود، وقتاش راح للمروك الجيش الحدود؟ حتى راح للمروك في 56 57 جيش الحدود، وقتاش راح دونك ما وليناش في اندلاع الثورة. كنت تقول كي اندلاع الثورة في 54 انطلاق اول رصاصة، يعني الثورة نتاع الكفاح المسلح صح نتاع الاستقلال بدا 54. خلينا من الثورات الشعبية نتاع قبل. نصيحة ليك، نصيحة. روح شوف طبيب تاع مرض نفسي. المهم شوقي، احنا اتفقنا باللي انت عامل المخزن. شكرا. فوالا هكا، لو كان غير خليتك هذيك هي عامل المخزن والمروك. على بالك باللي اللي يطلع يبين تربية بيوت الرذيلة تاعو احسن منك؟ المغرب كان تحت الحماية الفرنسية بصح خلانا نديرو جيش الحدود، بصح المغرب هو ما عندوش سيادة مع فرنسا، مي كان يخلينا ندخلو الاسم. واحد يقول كرشي، اكش نهار يقتلوكم ويقتلوني، نتوما كرشكم وانا راسي.